تعرفي ان الفطيرة او البيتزاية الحلوة دي معمولة من غير اي نوع دقيق نهائيا، مشبعة جدا وتقدري تاكليها كلها من ضمن حدود سعراتك الحرارية بتاعة اليوم. في طاسة غير قابلة للالتصاق بحط فيها مسحة سمنة او مسحة زيت، معلقة صغيرة من بتاعة الشاي موتزاريلا في الارضية كده، وبجيب حباية بطاطس وزنها تقريبا 50 جرام. انا ما خدتش البطاطسية كلها، اخدت منها شرايح رفيعة كده، وبرصها جنب بعضها، وحاولي تخلي الشرايح يعني لازقة فوق بعضها او كل واحدة فوق التانية كده علشان البطاطس تلزق في بعضها. وممكن كمان تبشريها، ببهرها بملح وفلفل اسود وبابريكا. حطيت كمان معلقه صغيره من بتاعه الشاي برضو موتزاريلا كده على الحروف بتاعه البطاطس علشان بس تخليها تلزق في بعضها. ولما ساحت ابتديت ان انا اوزعها بالشكل ده، بحطها على النار لمدة دقيقتين كده بتكون استوت من تحت واتحمرت، وبقلبها على الجهة التانية على طبق تاني، وبرجع اردها للصينية او الطاسة تاني، وهنا بطفي النار. اختياري بقى، لو حابة تحطي صلصة بيتزا حطيت معلقة صغيرة من صلصة البيتزا. وبعد كده حطيت صدور فراخ مشوية، يا إما في الطاسة يا إما في الإير فراير. كنت متبلاها بملح وفلفل أسود وشوية بهارات فراخ، ونص معلقة زيت زيتون. وبعد كده حطيت بقى شوية جبنة موتزاريلا على الوش. مقدار الجبنة الموتزاريلا اللي استخدمتها مع البيتزاية كلها كانت نص كوباية. ممكن تحطي شرايح فلفل، شرايح بصل، شرايح زيتون لو انت حابة، وبغطي عليها وبسيبها دقيقتين كمان لحد ما الجبنة تسيح. اختياري تدخليها تحت الشواية دقيقة واحدة لو انت حابة ان الجبنة تتحمر وتاخد لون بسيط. بنقلها بقى في طبق التقديم وقسمتها ل6 قطع. سعرات القطعة الواحدة 80 سعر حراري، والبيتزاية كلها سعراتها 480 سعر.